معانا تليفون ولا خلاص يا جماعه؟ معانا تليفون؟ طب دخلوه على الهوا. استاذ سالم حضرتك على الهوا. ازي حضرتك؟ ماشي. استاذ سالم حضرتك على الهوا، ممكن بس تسمعنا مباشره من غير التلفزيون؟ ماشي حاضر. اتفضل حضرتك على الهوا. معانا الدكتور اسماعيل سليم وانا ياسر تايم. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز اشترك في البرنامج. اتفضل تسال سؤال ولا؟ ايوه عايز اسال سؤال. اتفضل يا استاذ سالم. بالنسبه للوايت لاين، ايوه. يعني اما ايده في اللي هو بيعمله، ليه؟ لانه عايز يشيل رئيس النادي. تمام. عشان كرة اليد خرم، كرة السلة خرم، كرة اليد كرة الطايرة خرم. تمام. ما بقاش فيه اي حاجه، والراجل مش عايز ممنوع عبد ده يصرف على النادي، يبقى بلاش منه. ايوه صح. يعني ابراهيم صلاح مشي. راح العروبه بس النادي مش القناه. ابراهيم صلاح. مين تاني؟ السيسي مشي. مشي. من كل ده عشان الفلوس ما اداش له اتحاد، وحبينا يقولوا مجلس الاداره يجدد، مش عايز يجدد لحد، ويسيبهم يطلع على اسبانهم. دايما ما ينفعش رئيس نادي. طيب يعني متشكرين جدا. العفو حضرتك نورتنا. يعني انت ضد اداره النادي الزمالك وبتأيد الارتلس وايت نايتس. تمام يا استاذ سالم. هو مش عشان النتائج، مش عشان الهزيمه اللي هي حصلت من الاهلي 4-2 ده. عشان كده اللي انا قلت عليه اسلوب الاداره. اللي احنا كنا متفوقين فيها. كنت السله من بعد من ساعه ما هو ما مسك النادي. احنا حاطط مقارنه بس بينه وبين الاستاذ كامل ابو علي. راجل بيصرف على النادي المصري. مين يعمل؟ وبيجيب له احسن لعيب. لا الراجل 3 سنين يجي يعتبر شوف كل سنه وصلنا لدور الثمانيه. يمشي مكانه كده. طيب. جاب وجوبه مشي مكانه. كلهم طفشوا من النادي. طيب. وعمل لنا يا وجوبه ده. طيب. متشكرين. استاذ سالم شكرا. شكرا عليكم السلام ورحمه الله. انا عاوز اكمل بس موضوع الالتراس. طبعا انا موافق معاه في كل شيء، بس مش موافق على طريقه الالتراس في انه يقتحم النادي ويخش. لان ممدوح ماشي وانا ماشي وكلنا ماشيين الا الزمالك زي مصر باقيه. ايوه. محدش بيطلب ابدا يخرب في مصر ولا يخرب في ده كيان. ايوه. يعني اعمل اللي انت عايزه بس بعيد عن الكيان. هو في اطار احترام متبادل يا دكتور اسماعيل. كل اللي انت عايزه احترم حضرتك. يعني ايه اختلف معاك؟ ايه المشكله بختلف مع حضرتك؟ ما هو مفيش حوار. لكن نحترم بعض. الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه. مفيش حوار للاسف. كان معايا الكابتن اسامه خليل الحلقه اللي فاتت وقال كده برضه. قال لازم نحاور الالتراس ونضمهم يبقى قوه دفع للمجتمع. الالتراس طالع من قلب النادي، مش من النادي كنادي، من قلب اسم نادي الزمالك. صح كده مظبوط. وده بيمثل جميع اطياف الزملكاويه في مصر وفي العالم الخارجي. يبقى لازم انا اعمل ايه؟ لهم قيادات، تعالوا يا قيادات. بس للاسف نقعد على ترابيزه للاسف الشديد هذه القيادات فيها الحلو قوي وفيها مش عاوز اقول لفظ تاني. ايوه. القيادات دي للاسف لما كانوا بيطلبوا دعم مادي كانوا بياخدوا بدون رقابه. بدون حدود. وبدون خدوها. وتبص في الملاعب بتلاقي ايه؟ تابلوهات وادوات وحاجات. طب دي بتيجي منين؟ دي الاف الالاف من الفلوس بتتصرف على الحاجات دي. وتلاقيها فين كمان؟ انها بتتعمل جوه النادي بروفات وبعدين تروح الاستاد او الملاعب تعمل هذا الكلام. أيوة. طب يبقى لازم في رقابه ويبقى في مين اللي بيدي الناس دي ايوه الوقت والقوه؟ علامه استفهام. يبقى انت اللي عملت وانت اللي جبت بس ما احتوتش. ايوه. ما احتوتش يعني ايه؟ حب النادي. تعالى النهارده لما يحصل خلاف ما اجيش اقف قدامه واقول له لا تعالى نتحاور، انما ما اجيش اقول هعمل واسوي فيه. الحاجه الثانيه اللي هو قالها بقى، انا يعني الالتراس ده موضوع كبير وعاوز تفرغ. اللي انا فهمته من حضرتك جمله لو انا عملت مانشيت كده صغير، اقول الدكتور اسماعيل سليم يطالب بالحوار مع التراس وايت نايتس الزمالك والتراس مصر كله او جميع روابط الالتراس. لازم يتنظم اعادتهم مره اخرى يا فندم. لازم يتنظم. يعني يبقى تحت يعني ايه يتنظم؟ هقول لسيادتك كيان قانوني مثلا؟ لا، يتنظم تحت رايه نادي الزمالك. كل نادي له ناسه وجماهيره. زمان كان في الله يرحمه الاستاذ جورج سعد. ايوه. كبير رابطه مشجعي الزمالك. ايوه. وطلبه صقر
كبير رابطه. في الاهلي ما هو الاهلي اسكندريه لو طلب الصدر ولا لا حليم في النادي الاهلي، لا حليم وغير حليم. الاستاذ طلبه صقر في النادي الاهلي. أيوة. كان هو الاستاذ جورج هنا والاستاذ طلبه ودول كانوا بيقودوا الجماهير هنا ودول بيقودوا الجماهير. بس في قياده اهي. هات لي قياده بقى للالتراس. مش هتلاقي. مش لاقيه. متوزعه العمليه، والعمليه ما دام خارج اطار النادي يتعمل فيها زي ما تعمل، وهتتوجه سياسيا وتتوجه اجراميا وهتتوجه في اتجاهات اخرى، رغم ان الغالبيه بيحبوا النادي وعاوزين يضحوا في سبيل النادي. ده الالتراس كموضوع لازم نحتويه بالنقاش وتحويله لمظله النادي. عشان تحت اداره النادي الزمالك او الانديه كلها تعمل له مجلس اداره اسمه مجلس اداره الالتراس. لازم يبقى في علاقه الزمالك او الاهلي او لازم يبقى في علاقه وتواصل يبقى في بين النادي. ممكن يحضروا مباريات يا دكتور اسماعيل ويعملوا دخلات حلوه يا فندم. الو احنا معانا تليفون ولا ايه؟ الو استاذ سمير تليفون. اهلا حبيبك كتير دكتور اسماعيل. استاذ سمير الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الصديق الدائم والاستاذ سمير يعني من الناس المحترمه. الو ايوه استاذ سمير حضرتك معانا على الهواء. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ ياسر. ربنا يخليك. برحب بيك وبرحب بضيفك المحترم دكتور ياسر. دكتور اسماعيل سليم. دكتور اسماعيل سليم. ايوه يا ريس مع حضرتك. اهلا وسهلا. من نجاح لنجاح ان شاء الله، وكل يوم تزداد طريق يعني. ربنا يخليك. بالتوفيق دايما ان شاء الله. وبرحب بالدكتور اسماعيل سليم. وعلى فكره انا عضو عامل بنادي الزمالك من 30 سنه، وعاصرت من اواخر ايام المهندس محمد حسن حلمي الله يرحمه. ويعني بتمنى فعلا الدكتور اسماعيل سليم من الرجاله المحترمه. انا نفسي عاصرتهم، يمكن هو ما يعرفنيش شخصيا، انما انا من ايام حسن فتوح وايام جلال ابراهيم قديم قوي. ولقيت فيه فعلا هو اتكلم النهارده عن يعني حاجه واحده، الفرق بين نادي ونادي او منظومه ومنظومه هي الاداره. ايوه. ففعلا نجاح اي منظومه او نجاح اي نادي، يمكن اسباب مشاكل الزمالك كلها هي بتكمن في الاداره. فانا شايف ان الدكتور اسماعيل سليم بيملك هذه الملكه وهذه الموهبه في الاداره. يعني حته المدير التنفيذي والمكتب التنفيذي ديت دلوقتي بقت في اللائحه موجوده، ان كل نادي فيه مدير تنفيذي لهذه المنظومه او هذه اللائحه. فنتمنى له ان شاء الله التوفيق، وبقول له ان نادي الزمالك محتاجك، وانت ابن من ابناء نادي الزمالك. فاتمنى ان شاء الله نشوفه في الانتخابات الجايه رئيس نادي الزمالك، لان فعلا الزمالك محتاج لابنائه يا استاذ ياسر. طبعا. بيمر بظروف صعبه، وارجع واقرر ان اسباب فشل نادي الزمالك او اي نادي او اي منظومه هي الاداره. تمنياتي لكم بالتوفيق وبالتوفيق ليك يا استاذ ياسر، ونتمنى نسمع رد من الدكتور اسماعيل سليم. وشكرا يا استاذ ياسر. ربنا يخليك. شكرا يا استاذ سمير. واحنا بنجتهد، ده دورنا كاعلاميين وانا صحفي بالاساس، فطبعا لازم نعمل حاجه كويسه الناس تبقى راضيه عنها، لان هي دي المهنيه والموضوعيه. احنا بنعمل شغلنا والتوفيق ده بتاع ربنا. انا بشكر حضرتك طبعا على المداخله الجميله. والدكتور اسماعيل اعتقد بعد كده هيرشح نفسه، هيطلع من البرنامج هيرشح نفسه لنادي الزمالك الرئاسه، لان كده معظم الناس مفيش حد اختلاف على حضرتك حقيقه.